السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتنا وحبايبنا طلاب تانية ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالى يا باشا نصلي على النبي كده ونبدأ يونت 4. يونت 4 كان بيتكلم عن حاجة اسمها الكومباريتيف والسوبرلاتيف والبوزيتيف. الكومباريتيف اللي هي المقارنة، والسوبرلاتيف اللي هي التفضيل، والبوزيتيف اللي هي التساوي. واحدة واحدة عليا. طب تعالى نتكلم عن الكومباريتيف الأول. ايه الكومباريتيف دي؟ أنا بقارن. فاحنا كنا بنقول في الحصة يعني إن أنا بقارن ما بين زفت وزفت. الزفت والزفت ده قصدي إن احنا بنقارن ما بين حاجة وحاجة، شخص وشخص، شيء وشيء، ايا كان بقى الموضوع. المهم ان المقارنه بين حاجتين. طب علشان تقارن ما بين حاجه وحاجه او شخص وشخص كنا بنقول ايه؟ باشا انا عندي صفه قصيره وصفه طويله. الصفه القصيره اللي هي القصيره يعني تعالى نسميها قصير، والصفه الطويله تعالى نسميها طويل. فاحنا كنا بنقولها كده عشان نحفظها. قصير اي ار زين، يعني ادي حاجه او شخص، وادي شخص تاني. اجيب الصفه القصيره واجيب الاي ار بعد كده كلمه ذان، يبقى قصير اي ار زان. طب الصفه طويله مور او لس طويل زان. طبعا انت فهمت الفكره. تعالى بقى في المهم يا باشا. المهم بقول لك ان اول ملحوظه عندي مع القصير ينفع لس من غير الاي ار. مش فاهم؟ صلي على النبي. ايه القصير؟ الصفه القصيره. بقول لك ان انا ينفع اجيب لس، ينفع اجيب كلمه لس، بس بشرط ان انا اشيل الاي ار. فلما اجي اقول لك ليس تولر ولا ليس تول تقول لي ليس تول. ليس بيجر ولا ليس بيج تقول لي ليس بيج. صليت على النبي. طيب تاني ملحوظه بقى مهمه جدا جدا. انا بقول لك ان عندي كلمات تقوي الصفه وكلمات تضعف الصفه. الكلمات اللي بتقوي الصفه يعني بتزودها، والكلمات اللي بتضعف على فكره بتزودها برضو بس بدرجه صغيره. فايه الكلمات اللي بتقوي الصفه؟ ماتش وفار ايفن ا لوت. ايه بقى الكلمات اللي تضعف الصفه؟ عندي كلمه اسمها a bit و a little rather slightly. a bit و a little rather slightly. يبقى كلمات تقوي الصفه وكلمات تضعف الصفه. طب بقول لك ايه، الملحوظه اللي جايه دي قسما بالله مهمه قوي ولازم تركز معايا فيها. انا بقول لك ان كلمه ذان اللي هي اصلا بتاعه المقارنه ممكن نحذفها. امتى بقى؟ كنا بنقول حالات كده، يا رب تحفظها معايا. ذان ما تجيش لو الزفت التاني ما جاش. يعني ايه ذان ما تجيش لو الزفت التاني ما جاش؟ يعني لو جيت قلت لك عماد از فاست، عماد ده سريع، بات عمر از نقط. طب هتقول هنا فاستر ذان ولا فاستر بس؟ لا، حط فاستر بس من غير ذان. طب ليه؟ لان الطرف الثاني من المقارنه ما جاش. فاحنا بنقولها كده، ذان ما تجيش لو الزفت الثاني ما جاش. دي اول حاجه. طب تاني حاجه، ذان ما تجيش كلما كلما. يعني ذان ما تجيش مع صيغه كلما كلما اللي هي ايه؟ بنعملها ذا مور ذا مور، او ذا قصير اي ار ذا قصير اي ار، اللي هي the harder you study hard the higher marks you will get. طب تاني حاجة بقول لك ايه؟ زان ما تجيش كلما كلما. يعني ايه زان ما تجيش كلما كلما؟ انا عندي صيغة اسمها كلما كلما، اللي هي كلما ذاكرت اكتر كلما حصلت على درجات اعلى، اللي هي الموضوع ده. طب بنعمله ازاي؟ يا اما ذا مور ذا مور، يا اما ذا قصير اي ار ذا قصير اي ار. يعني مثلا المثال يقول لك the harder you study the higher marks you get. يبقى انا دلوقتي ما بتكلمش على ذان خالص، انا ما جبتهاش، لان ذان ما تجيش مع كلما كلما. يبقى كده حالتين لذان ما تجيش فيهم. ذان ما تجيش. طيب ذان ما تجيش التخير بين حاجتين. يعني ايه؟ يعني لو جه قال لك والله نهر النيل ولا نهر الامازون اطول، هتقول له تولر بس من غير تولر ذان. يبقى ذان ما تجيش التخير بين حاجتين. طيب ذان ما تجيش بعد الافعال. ايه الافعال؟ become وترن وجيت. الافعال دي ذان ما تجيش بعدها. فانا بقول لك ان الجيت مثلا عايز اقول the weather gets نقط، هتقول هنا hotter than ولا hotter بس؟ لا hotter بس، لان كلمه than ما تجيش بعد الافعال become وturn وجيت. اخر حاله معايا ان ذم ما تجيش فيها هقولها كده، ذم ما تجيش مع of the two. يعني ايه ذم ما تجيش مع of the two؟ جمله of the two اول لما تشوفها فكر في اجابه من الاثنين. يا اما ذا قصير اي ار، او the more with the less طويل. ذا قصير اي ار the more with the less طويل. دي الحالات اللي ذان ما تجيش فيها. طب احنا اللي عندنا حاجه اسمها سوبرلاتيف. يعني ايه سوبرلاتيف؟ يعني التفضيل. يعني انا بفضل زفت على مجموعه كامله. واتفقنا يعني ايه زفت وفهمناها. طب انا دلوقتي عندي صفه قصيره وصفه طويله، صفه قصيره وصفه طويله. هي الصفه القصيره في التفضيل بتعملها ازاي بقى؟ ذا قصير اي اس تي. طب الصفه الطويله ذا موست او ذا ليست بعد كده الصفه الطويله من غير ذان خالص اهي، بس بتحط ذا. فبيجي يقول لك حالات معينه جدا جدا ما يجيش فيها ذا. فذا ما تجيش لو قبل صفة التفضيل حاجة من الاتنين، أعداد ترتيبية أو صفات ملكية. تاني، ذا ما تجيش لو قبل صفة التفضيل حاجة من الاتنين، أعداد ترتيبية أو صفات ملكية. خد المثال ده عشان تفهم. هنا يا باشا هتلاقي الاختيارات يقول لك بيجست ولا ذا بيجست. طبعا أنت هتختار بيجست من غير ذا، علشان هتلاقي كلمة اسمها ذا سكند اللي هي الثاني اللي هي الأعداد الترتيبية. يبقى كلمة ذا ما تجيش لو قبل صفة التفضيل حاجة من الاتنين،
اعداد ترتيبيه او صفات ملكيه. طب تالت حاجه معايا بقى واخر حاجه في الدرس ده، بقول لك عندي حاجه اسمها البوزيتيف يعني التساوي. يعني انا عايز اساوي الطرفين، اقول ان ده في نفس طول ده، اقول ان ده في نفس جمال ده، في نفس الحاجه، في نفس التساوي. طب هي دي ليها عندي شكل ولا شكلين؟ بقول لك ان لها شكلين. از الصفه از، ذا سيم الاسم واز. يعني انا بجيب از واز، بس اللي ما بينهم يا اما صفه يا اما حال او ظرف. طب ذا سيم الاسم واز، ايه اللي بقى الاسم ده؟ قال لك ان انا بجيب حاجه اسمها الاسم من الصفه. يعني ايه الاسم من الصفه؟ باشا، وانا لو بوصف الساعه واقول ان هي اكسبنسيف ان هي غاليه، اور تشيب ان هي رخيصه، انت هنا بتتكلم عن الايه؟ هتقول لي عن البرايس، عن السعر، بس هو ده اللي انا عايزه، هو ده الاسم. فبعد ذا سيم لازم تجيب الاسم من الصفه. يبقى جدول جميل كده انت بتحفظه. طب لما احب انفي بقى، يعني ايه تنفي؟ يعني عايز تقول ان ده مش في نفس طول ده، هتحط كلمه من ثلاث حروف اسمها نوت. فكلمه نوت بقول لك ايه؟ از او سو الصفه از، او كلمه نوت بتيجي قبل ذا سيم بس بيبقى التكوين هو ذا سيم الاسم واز. يبقى بقول لك ان نوت بس بيجي وراها يا اما از يا اما سو في الاولانيه. طبعا اخر ملحوظه معايا في الدرس ده، وملحوظه مهمه وبتتكرر كتير قوي، عندك كلمتين خد بالك منهم. كلمه اسمها exactly وكلمه اسمها almost. انا بقول لك ان exactly معناها تماما. يعني ايه تماما؟ يعني بالظبط. باشا، هم في طول بعض بالظبط، حط exactly. انا هنا التانية بقول لك ان يا باشا هم تقريبا في طول بعض، فانا لو حطيت كلمه تقريبا حط almost. انما تماما exactly. وده يا حباب قلب اخوكم كان ملخص جرامر يونت 4. اعمل لايك وشير وخلي الكل يستفاد.